شوفي حبيبي، أنا اللي ما أروج لفكرة اقطع الخبز، اقطع الحلا، اقطع وأنت خلاص هاي عيش حياتك. مو هذا الفكر اللي أنا أروج له. لما تشوفين فيديوهاتي أكثر راح تتعمقين بهذا الفكر اللي أنا أروج له، واللي هو تغيير العادات. نيجي مثلا هسه لحالتك. إذا الحلويات أو المعجنات اللي تاكليها والخبز اللي تاكليه يسوي لك مشاكل بالجهاز الهضمي، يعني مجرد ما انت تاكلين الخبز تحسين بنفخة كبيرة، معناتها جسمك ما يهضمه، هنا أنا أفضل تبدلين الخبز اللي تاكليه. بدل ما خبز مصنوع من الطحين العادي، نستخدم خبز مصنوع من طحين جلوتين فري. طحين اللوز، طحين الجوز، طحين الشوفان، طحين التمن. الرز أيضا يسوون منه طحين، ممكن نسوي من عنده خبز. لأن هنا إذا حمينا الجهاز الهضمي من النفخة ومن المشاكل الهضم، راح يسهل علينا إنه إحنا نلتزم بالعادات الصحية ونلتزم بالأكلات الصحية اللي تساعدنا إنه نقلل نسبة الدهون بجسمنا. فبهاي الحالة فقط أنا أروج لفكرة قطع الخبز وقطع الحلا اللي يجي من الطحين. اما اذا تقولي لي لا انا ما عندي مشاكل بالجهاز الهضمي، بس انا نريد اقطع الخبز لان انا اكل منه بكميات هواي، نجي هنا نقلل كمية الخبز. يعني اذا انت قاعدة على السفرة ما ينفع وانت تحبين الخبز ومدمنة خبز تحطين قطعة خبز كبيرة جدا، او ما ينفع وانت تحبين الحلويات وتحبين الكيك حاطة قطعة الكيك امامك، او قطعة الكيك بالثلاجة، او الحلويات موجودة عندك بالمطبخ. لأن مستحيل إنسان عادة يريد يقطعها وهو خالها قدامه مخه راح يتذكرها على طول. هي المسألة مثل ما قلنا مو مسألة إرادة، مسألة برمجة وتصرفات. فأني إذا أجيب شيء أنا مدمنة عليه وما أقدر أستغني عنه وأكل من عنده بشراهة، ما المفروض أخليه قدامي. أو إذا حبيت أدخله وما أحرم نفسي من عنده، أسمح لنفسي إنه على الطاولة يكون موجود قطعة صغيرة، قطعة صغيرة حلا، قطعة صغيرة خبز، وأتأكد أنه أنا قاعدة أغذي جسمي. اللي يخلي الناس تاكل حلا بشراهة أو خبز بشراهة وكربوهيدرات بشراهة سوء التغذية للجسد. من ما تعطين جسمك بروتين عالي، خضروات، دهون صحية، راح تاكلين خبز، راح تاكلين حلا. حتى أنا راح أكل خبز وحلا. بس إذا أنا غذيت جسمي وأكلت أطباق، أو خلال اليوم تأكدت أنه أنا دخلت البروتين ودخلت خضروات ودخلت ألياف، خلص حتى من أكل حلا ما راح أكل بشراهة. فهمتي؟